السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الفستق الكداب بطريقة سهلة وبسيطة. هنجيب السوداني ونقشره ويكون سوداني نص تحميصة، ما يكونش متحمص قوي، واحط على نصه لون اخضر جل زي ما انتم شايفين كده، ونكهة فستق، واقلب اللون مع النكهه مع معلقه ميه، واحطه على السوداني اخلطه واحطه على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، او ممكن نحطه في صينيه في الفرن ونسيبه لحد ما اللي لونه ابيض ده يتحمص او اطلعه. بعد ما قلبت السوداني كده على بعض احطه في طاسه على نار هاديه، او تقدري تحطيه في الفرن لحد ما اللي لونه ابيض ده ياخد لون بسيط. بعد كده هشيله وهطحنه في الكبه وهوريكي. وطبعا بيكون عندي حبه سوداني برضو طحناهم، ولو عندك حبة مكسرات تقدري تطحنيهم وتخلطيهم، يدي طعم حلو قوي. ودلوقتي بعد ما السوداني اتحمص واخد لون هحطه في الكبة، وده لونه شايفين لونه جميل جدا قبل لسه ما اضيف عليه اي حاجة. لونه مش غامق، لونه فاتح، لون الفستق شايفين لونه يجنن. دلوقتي بقى هخلط عليه كمان حبة المكسرات اللي انا متبقيين عندي، لو ما عندكيش مفيش اي مشكلة، وهخلط عليهم السوداني المجروش علشان اخلي لونه فاتح، لون الفستق الطبيعي بيبقى لونه جميل جدا جدا، واللون ما بيطلعش، ما تقلقيش، وبيفضل اللون ثابت كده زي ما انت شايفاه، بيبقى بالجمال اللي انت شايفاه ده. يا رب تكون الوصفة عجبتكم.